ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ معكم جهاد محمد من قناة حبهان وبندق. النهاردة هنعمل مع بعض السوسيس البيتي. بجد وصفة تحفة وسهلة وبسيطة، وهيطلع انضف من اللي بنجيبه من بره وهيبقى حلو جدا للسندوتشات في المدارس. وهنعمل بيه وصفات تانية بس هنعملها في فيديو تاني عشان الفيديو ميبقاش طويل عليكم. نسمي الله ويلا بينا على المقادير. اول حاجة عندنا ربع كيلو من الصدور، وهنبتدي نفرمه الأول في الكبة، وبعدين هنضيف فص ثوم وفلفل حراق أحمر. أهم حاجة إنه يبقى أحمر، فلفل رومي أو حراق زي ما تحبوا. هنضربه في الكبة، وهنضيف بضاية، وهنضيف معلقتين كبار من النشا، وهنضيف نص مكعب مرق أو نص كيس من المرقة الفورية، بس طبعا ما كانش عندي، هي بتبقى أفضل. انا حطيت المكعب بشرته عشان يبقى سهل انه يتفرم بسرعة. وهنضيف نص معلقة صغيرة من الملح وتخلط مع المكونات، وضفت معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، ومعلقة صغيرة من البابريكا، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر، وهنخلطهم مع بعض يبقوا بالشكل ده. هنضيف نقطة من اللون الغذائي، طبعا كمية اللون زي ما انتوا حابين، عايزينها غامق فاتح براحتكم. خلطناه تاني مع بعض وسيبناها ترتاح في التلاجة لمدة نص ساعة. بعدين جبنا كيس دهناه بالزيت، وهنبتدي ان احنا نفرده كده بالشكل ده في الكيس بالحجم اللي انتوا حابينه، ونبتدي نضغط عليه كده بغطا زي ما انا بضغط كده او بسكينة عشان نسويه ونخلص كل الكمية بتاعتنا. هنسويه ازاي؟ هنجيب صينية او حلة، هنحط فيها مية سخنة، وهنحط شبكة زي كده، وهنجيب الصينية بتاعتنا هنغطيها بستريتش، ونحطها اول ما المية تغلي هنحطها بالشكل ده على الشبكة، وهنغطي بعد الاسترتش، هنضيف غطا تاني ونسيبها لمدة 10 دقايق على النار، ونوطي النار وهيستوي معانا، يبقى بالشكل ده. وبعد ما يبرد تقدري بقى تشيليه في الفريزر في اكياس في اطباق، وتطلعيه لما تيجي تستخدميه. تقدري تستخدميه في السندوتشات، وتقدري تعملي بيه وصفات تانية ان شاء الله هنعملها مع بعض. وبجد وصفة تحفة، والطعم انضف واحسن من الجاهز. جربوه ان شاء الله يعجبكم. ولو عجبكم فيديو النهاردة متنسوش الشير واللايك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم على خير، باي باي.